اللي حصل ده كابوس ما يستوعبوش اي عقل بني ادم يا جماعه. الموقف مرعب بكل المقاييس. احنا قدام مصيبه سوداء قلبت الدنيا وعملت حاله ذهول، حاجه تخلي العقل يقف، الدم يتجمد في العروق من بشاعه القرف والشر. ناس كانت عايشه وطبيعيه، وفجاه وبدون مقدمات كل حاجه اتدمرت في لحظه. الشرطه اتصدمت، النيابه وهي بتحقق ما كانتش مصدقه حجم الغدر. ازاي بني ادم يوصل للمرحله دي من السواد؟ ازاي القرب يتحول لسكينه في الظهر بالشكل القذر ده؟ ليله سوداء اتفتحت فيها ابواب جهنم، جريمه هتخليك تفرك في ايدك وتشك في اقرب الناس ليه. انا قاعد قدامك دلوقتي مش مستوعب الكارثه دي لحد دلوقتي. اقعدوا وركزوا معايا كويس جدا، علشان اللي هقوله لكم دلوقتي ده هيصدمكم. تليفون بيرن في نص الليل، رقم صاحب التليفون نفسه هو اللي بيتصل. اخوه يرد وهو مرعوب، يلاقي صوت غريب بيصرخ وبيشتم: اخوك محمد معانا ومخطوف، لو عايزين تشوفوه حي تاني 500 الف دولار تتجهز فورا، نص مليون دولار والا جثته هتجيلكم في كيس. الخط يقطع، البيت يتقلب مناحه وصريخ. محمد اختفى من ارضه في ظروف غامضه، تجار اثار ومجرمين خطفوه في ثانيه. لكن استنى هنا الصدمه اللي محدش توقعها يا جماعه، ان المكالمه دي كانت مجرد ستار. الموضوع اعمق وابشع من خطف وتجار اثار. الموضوع فيه خيانه ودم وشر شيطاني. عايز تعرف المصيبه بدات منين؟ تعال معايا نرجع للداهيه الاولى. في محافظه الدقهليه مدينه المنصوره، محمد شاب 36 سنه، طول عمره مطحون في ارضه الزراعيه، بنى بيته شبر بشبر قدام الارض، وكان كل حلمه يتجوز ست تصونه وتعيش معاه. شاف بنت اسمها ولاء اصغر منه ب5 سنين، جميله ومن عيله معروفه. محمد جري اتجوزها فورا وهي وافقت في ثانيه. طب ليه؟ عشان محمد جاهز وعنده بيته وارض، لقطه بالبلدي. اتجوزوا والحياه بدات هدي. لكن خلي بالك من المعلومه دي، ولاء ما كانتش ست عاديه، ولاء كانت لغز مرعب جوه البيت. محمد ينزل يطحن نفسه في الشغل عشان يرضيه، اي طلب تطلبه يتنفذ فورا. لكن محمد كان جواه نار بتاكله، مش قادر يفهم مراته عايزه ايه. ساعات يشوفها مخنوقه وكارهه العيشه والقريه، وساعات تانية يشوفها طايره من الفرحه ومتمسكه بيه، وفي الحالتين مقنعه جدا. محمد كان هيتجنن، يقول لنفسه: هي مراتي عايزه ايه بالظبط؟ يمر 3 سنين ورا بعض، ربنا يرزقهم بطفلين وبعدها طفل ثالث، 3 اطفال وحياه طبيعيه جدا قدام الجيران. لكن ولاء كانت بترتب لحاجه تانية خالص، حاجه ما فيهاش اي رحمه. فجاه يظهر في المشهد واحد اسمه جمعه. جمعه ده حداد في القريه، بدا ينزل مع محمد الارض عشان يعمل شغل تركيبات. ساعات طويله بيقضوها مع بعض، لكن جمعه عينه ما كانتش على الشغل، جمعه عينه كانت على بيت محمد اللي قصاد الارض، وعينه تحديدا على ولاء وهي طالعه بالاكل والشاي. جمعه شايفها ست كامله الاوصاف، ومحمد من كتر خنقته بدا يحكي لجمعه صح. يقول له: ايه، انا تعبت يا جمعه، مش فاهم مراتي عايزه ايه. وهنا بقى يا جماعه الشيطان لقى الخرم اللي يدخل منه. جمعه قال لمحمد: انا هاجي عندك البيت واصلح بينكم. ومحمد بسلامه نيه وافق فورا. جمعه يدخل بيت صاحبه لاول مره، ولاء ترحب جدا بالقعده. لكن ركز معاه في المفاجاه دي، ولاء ما كانتش متفاجئه، ولاء هي اللي كانت بتجر رجل جمعه من البدايه. كانت بتتعمد تظهر باسلوب معين قدامه عشان تعلقوا بيه. وفي القعده يا جماعه محمد يحكي اللي مزعله، لكن الصدمه كانت هنا. جمعه يقلب الطاوله على صاحبه، يطلع محمد هو اللي مفتري وظالم، وولاء هي المظلوم. ولاء اتكلمت بترتيب ودهاء مرعب، خلى الجمعه يخرج من البيت ده ودماغه شاطر. بقى يقول لنفسه: الست دي ازاي عايشه مع الراجل ده يلزمها راجل يقدرها. الجزء الاخطر لسه جاي. من اليوم ده يا جماعه الزيارات بقت مستمره يوميا. محمد فاكر ان جمعه بيحبه وزي اخوه، لكن من تحت لتحت جمعه بدا يرمي كلام. ولاء تسحب رجله اكتر واكتر لحد ما جمعه صارحها بحبه. ورد ولاء كان المفاجاه: انا كمان بحس بنفس الشعور ده ناحيتها. وتبدا الخيانه، مكالمات سريه، وبعدها 8 شهور كامله كل ما محمد ينزل ارضه وشغل جمعه يطلع البيت عند ولاء. جمعه حافظ مواعيد صاحبه بالثانيه، ولاء منظمه ومخططه كل خطوه بحيث ما حدش يشوف. 8 شهور خيانه جوه بيت الزوج المغفى. بعد 8 شهور جمعه اتجنن، الغيره كانت بتاكل في قلبه، مش قادر يستحمل ان صاحبه بينام مع مراته في بيت واحد. جمعه يروح لولاء ويقول لها بصوت يرعب: انا لازم اتخلص من محمد واقتله عشان نتجوز. ولاء تضحك وقالت له: انا كمان مش عايزاه، وانا لقيت نفسي معاه. لكن خلي بالك من المعلومه دي الاهم. ولاء حطت شرط واحد لجمعه: تقتله ازاي وامتى انا ماليش دعوه، وما تحكيليش اي تفاصيل. طب ليه؟ عشان تمسح ايديها من الدم تماما. جمعه فاكر ان هو اللي بيخاطب، وما يعرفش ان ولاء هي اللي بتحركه زي العروسه الخير. تبدا ولاء تنفذ اخبث خطه، تقعد مع اهل محمد وقرايبه وترمي سم. محمد بدا يشتغل في تجاره الاثار وخايف عليه قوي، بيكلم تجار كبار وقريب هيدخل في صفقه هتغير حياته. الاهل يصدقوا، وبعدها جمعه يروح لمحمد ويضحك عليه: ارضك فيها اثار مدفونه تحت، تعال نفحر ونطلع الكنز. ومع زن ولاء وطمع محمد في الفلوس محمد يوافق، ويبدا محمد وجمعه يحفروا حفره عميقه جدا جوه الارض بكل هدوء. المصيده كملت والضحيه جاب نفسه. يجي اليوم الموعود، محمد ينزل شغله في الارض الصبح ويختفي، وجمعه كمان يختفي. ولاء تروح لاهل محمد تصور، في تجار اثار شكلهم يخضوا جم خدوا محمد من الارض واختفوا. وبعدها تيجي مكالمه الفديه ال 500 الف دولار. القريه تتقلب، ولاء تجري على الشرطه وتعمل بلاغ خطف وتنهار من العياط. ضباط المباحث يقفوا مذهولين. مزارع بسيط يطلب منه نص مليون دولار فديه. الموضوع ده وراه سر اسود. المباحث تبدا تتابع سجل المكالمه وتعمل تحركات مكثفه. المباحث تكتشف ان المكالمتين بتوع الفديه اتعملوا من محافظات مختلفه. لكن قبلهم بلحظات يا جماعه محمد كلم مين؟ كلم جمعه صاحبه المختفى. بعد 50 يوم كاملين من البحث والتتبع الشرطه تنجح في القبض على جمعه. جمعه اول ما شاف الضباط انهار واعترف، قال لهم جمله جمدت الدم في عروق الضباط: محمد مقتول من اول يوم اختفى فيه، بقاله 50 يوم تحت الارض. الضباط يصرخوا:
صرخوا فين الجثه؟ جمعه يرد بشر مدفونه في ارض جوه الحفره اللي كنا بنحفرها على عمق 14 متر. جمعه يعترف بالتفاصيل البشعه، قال ان ولاء حطت لمحمد مخدر في الاكل الصبح عشان يدوب، ولما محمد نزل الارض جمعه استدرجه عند الحفره ونزل فيه ضرب بالحديد على جسمه وقلبه لحد ما وقع وربط ايده ورجله، ولما جه يرميه اكتشف ان محمد لسه بيتشجع وعايش. جمعه عمل ايه؟ رماه وهو حي جوه حفره 14 متر وردم عليه التراب والطين وهو صاحي بيموت تحت الارض، وبعدها خد تليفونه وسافر عمل مكالمات الفديه عشان يضلل المباحث. جريمه يقشعر لها الابدان يا جماعه. يتم القبض على ولاء فورا. ولاء تصوت وتنك انا خنت جوزي لكن والله ما قتلته ولا اتفقت على قتله، وتبدا محاكمه نار. جمعه يصرخ في القفا ولاء هي اللي حرضتني وهي اللي حطت له المخدر. ولاء تعيط قدام القاضي وتقول بيتبلى عليا. وهنا يجي تقرير الطب الشرعي عشان يفجر مفاجاه صدمت المحكمه نفسها. تقرير الطب الشرعي قال جثمان المجني عليه خالي تماما من اي نسبه مخدر. خدت بالك من الصدمه دي؟ الطب الشرعي اثبت ان محمد ما اتحطلوش مخدر اصلا، وده معناه ان ولاء ضحكت على جمعه وقالت له حطت له مخدر وهي ما حطتش عشان تسيب دليل براءتها القاطع قدام القضاء، عشان لو جمعه اعترف عليه. ده حق ابليسي غير معقول. القضاه يدرسوا القضيه بالاوراق والادله، مفيش اي دليل مادي او تحريض مثبت على ولاء. المحكمه تنطق بالحكم النهائي الاعدام شنقا لجمعه والبراءه لولاء. جمعه يصرخ وهاج زي المجنون في القفص. ولاء خرجت براءه على الورق. القاضي بص لولاء وقال لها جمله تقشعر شعر الجسم، انت بريئه امام اوراق القانون لكنك لست بريئه امام الله. ولاء خرجت اتخلصت من جوزها تحت 14 متر تراب، واتخلصت من عشائها على حبل المشنقه، ومسحت الجريمه وخرجت حره. لكن هل هتقدر تنام بالليل وصوره راجل اتدفن حي بتطاردها؟ عداله الارض ممكن يتلف عليها الذكاء الشرير، لكن عداله السماء عمرها ما بتسقط ابدا. شفتوا يا جماعه القصه وصلت لحد فين؟ انا عايز كل واحد بيشوفني دلوقتي ينزل تحت في التعليقات ويكتب لي رايه بكل صراحه. هل شايف ان ولاء كانت العقل المدبر الحقيقي ونجحت تخدع القضاه والشرطه، ولا جمعه هو اللي شال الشيله لوحده بسبب طمعه وشهوته؟ اكتب لي رايك حالا في التعليقات لاني بقرا كل الكلام ده بنفسي. وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل القضايا الحقيقيه اللي بننشرها. اشوفكم الفيديو اللي جاي.